بيبدأ الفيلم مع سارة واللي بتكون جندية سابقة في الكتيبة العسكرية، وبتكون مع ابنها جورج في الحديقة علشان يغيروا جو. وبنعرف من كلامهم ان جينا مخططة انها تسافر بكرة هي وابنها لأمريكا لأن جالها عقد عمل، وكمان علشان سارة بتمر بحالة نفسية سيئة لدرجة ان لما بتعدي طيارة عسكرية بتفتكر سارة أيام الجيش، وبالغلط بيخبط فيها واحد من اللي بيلعبوا كورة وبتضربه وبيقع على الأرض، لكن جينا بتفوق وبتتأسف منه وبتمشي. وبنعرف ان سارة حاليا بتكون شغالة في شركة امن وحراسة. تاني يوم بتكون سارة في محطة المترو وبيوصل لها رسالة من مجهول، وبيطلب منها الشخص اللي بعت الرسالة ان سارة تتعرف على الشخص اللي موجود في الفيديو، لكنها ما بتكونش مركزة بسبب ان جورج بعد عنها، وبتفضل تدور عليه لحد ما بتلاقيه. وبتوصل هي وجورج عند السفارة الامريكية علشان تاخد تأشيرة، وبتعدي من بوابات الامن وبتتكلم مع موظف الاستقبال وبتاخد منه رقم، وبتروح الصالة علشان تستنى دورها. وبيبدأ يلعب في كل مكان لأنه حاسس بالزهق. وبتروح سارة عند الموظفة علشان تسألها على ميعاد دورهم، لكن الموظفة ما بتكونش في ايدها حاجة وبتدلها على غرفة الألعاب المخصصة للأطفال. فبتضطر سارة إنها تسيب جورج في الأوضة وتروح هي علشان تستنى دورها. وأول ما بيجي دورها بتروح سارة علشان تاخد جورج، وبتشوف هناك اتنين معاهم شنطة لكنها ما بتهتمش. وبتدخل الأوضة وبتتفاجئ إن ابنها مش موجود، وبتبدأ تدور عليه في كل مكان، وبتطلع تسأل أي حد من الموجودين، وبتطلب من الامن ان هم يفتحوا الابواب المغلقة علشان تدور على ابنها، لكن الابواب دي بيكون ممنوع فتحها. فبتطلب سارة ان هي عاوزة تكلم المسؤول، وبيدخل ريك وده بيكون المسؤول عن السفارة، وبيعرف ان ابنها مفقود، وبيفتح لها كل الغرف الممنوع دخولها، لكن مع الاسف برضه مش بتلاقيه. وبيبدأ ريك ان هو يطمنها، خصوصا ان هو عنده طفلة واكيد هيقدر اللي هي فيه. وبيبدأ الحراس يبلغوا عن الطفل المفقود، وبتفتكر سارة مكان الاتنين اللي كانوا بيسلموا شنط لبعض، وبتطلب من ريك ان هو يفتح ليها الباب، لكن ريك بيقول لها ان دي منطقة امنية مشددة وصعب ان هو يفتحها. لكن الوقت ده بيدخل الضابط جاك وبيبلغ ريك بخبر بيخليه يطلب من سارة ان هما يتكلموا على انفراد. وبيبدأ ريك ان هو يشوف الملف بتاعها، وبيعرف ان سارة عندها خبرة قتالية لانها مشاركة في القوات الخاصة العسكرية، لكن سارة بتكون مصممة ان هي تلاقي ابنها. فبيصدمها جاك وبيقول لها ان هي سجلت دخول لوحدها وما كانش معاها اطفال. وبتبدأ تعترض سارة وبتطلب ان هي تشوف الكاميرات، لكن جاك بيقول لها ان هم راجعوا الكاميرات وان هي برضه كانت داخله لوحدها. وبتتصل جينا بالسفير الالماني علشان يقدر يساعدها، لكن لما بتلاقيش نتيجه بتنفعل وبتكون عاوزه تهرب، لكن ريك بيوقفها لانها اتصرفت بشكل خاطئ، وبيحتجزوها في الاوضه لحد ما الشرطه الالمانيه تيجي تاخدها. واول ما بيخرج جاك بتروح ساره وبتاخد دبوس وبتفتح الباب وبتخرج كانها موظفه، وبتروح على اوضه الالعاب وبتلاقي اللعبه بتاعت جوش، ودي بتكون الدليل الوحيد ان جوش كان هنا بالفعل. وبتروح للمكان اللي كانت عاوزة تدخله وبتفتح الشباك وبتهرب علشان دي الوسيلة الوحيدة للهروب بعيد عن الكاميرات. وبتكون سارة عندها مهارة عالية بتمكنها من التسلق بشكل احترافي، لكن مع الأسف مع آخر نطة بتقع على الأرض وقعة جامدة، لكنها مش بتستسلم وبتكسر غطا موجود في الأرض وبتدخل منه، وبتفضل تنادي على ابنها جوش لحد ما بتدخل أوضة الضيوف. وأول ما بتفتح الباب بتهجم عليها بنت كانت موجودة في الأوضة، وبتتمكن سارة إن هي تسيطر عليها وبتسألها على ابنها، لكنها ما بتكونش عارفة حاجة. فبتضطر سارة ان هي تمشي، لكن البنت بتسألها وبتقول لها هي وصلت هنا ازاي. وبتبدأ البنت انها تساومها لانها عارفة كل مداخل ومخارج السفارة لانها موجودة هنا بقالها شهرين. وبتطلب من سارة ان هي تساعدها علشان تخرج مقابل ان هي تدور معاها على جوش. وفي الوقت ده بيجتمع ريك مع جينا وبيتكلموا عن اخر عملية عسكرية كانت سارة فيها، واللي بنعرف ان كل الجنود ماتوا ما عدا هي، وعلشان كده سارة بتعاني من مشاكل نفسية. وبتؤمر جينا ريك ان هو يلاقي سارة في اسرع وقت لان وجودها في السفارة ده تهديد للامن الوطني. وبتبدأ سارة تتعرف على البنت الموجودة، وبنعرف ان اسمها ايرين، ودي بتكون مضطهدة سياسيا وغير مقبولة في اي دولة. وبتبدأ ايرين تعرفها على الخطة اللي هيهربوا بيها بعد ما يلاقوا جوش. وبيخرجوا من الأوضة وبتقول سارة لإيرين على الاتنين اللي كان معاهم شنطة، وبتعتقد ان هم ليهم علاقة باختفاء ابنها. واثناء ما هم في الطريق بيقابلوا حارس الامن، وبتهجم عليه سارة وبتضربه وبيغمى عليه علشان تاخد منه كارت الدخول. وبتبدأ سارة تدور في كل مكان على ابنها، وبتدخل أوضة السجل علشان تعرف ميعاد آخر عربية خرجت من المكان، وبتطمن لما بتلاقي إن مفيش أي عربيات خرجت. فجأة بتشوف سارة علامة على الدولاب بتكون شبه العلامة اللي على الشنطة اللي كانت مع الاتنين اللي شاكة فيهم. على طول بتفتح الخزنة وبتلاقي فعلا شنطة موجود فيها كمية كبيرة من المخدرات، فبتاخدها بسرعة وبتروح علشان تخبيها. وبتتكلم مع إيرين وبتتهمها إيرين إن هي بتهلوس وإن جوش أصلا ما
كانش معاها من البداية، لكن سارة بتخرج اللعبة بتاعت جوش، وعلشان كده بتغير سارة اتفاقها وبتقول لها انها مش هتعرف تهربها، وبتتخانق معاها ايرين، لكن سارة بتخرج منها فلاشة وبتبدأ سارة تشك فيها. لكن في الوقت ده بيخبط الباب وبيدخل 2 ضباط علشان يتخلصوا من ايرين، لكن سارة بتدخل معاهم في اشتباك وبيكونوا هما الاتنين اقوى منها وبيضربوها ضربة جامدة، وبيسأل واحد فيهم على مكان الفلاشة وبتقاوم سارة وبتقوم من تاني وبتنجح انها تتخلص من واحد منهم، وبعد اشتباك عنيف بتقتلهم وبتخرج من الأوضة. وأول ما بتخرج بتلاقي جاك في وشها وبتضطر انها تستسلم، لكن بيجي ريك وبيحقنها وبيغمى عليها. بتفوق سارة وبتلاقي نفسها متكتفة في السرير وبتحاول انها تقاوم، لكنها بتلاقي ريك وجينا وبتبدأ سارة تحكي عن اللي حصل، لكن جينا بتقول لها ان امها اتصلت بيهم وبلغتهم ان سارة بتعاني من هلاوس لان حالتها النفسية مش مستقرة، وان كمان مفيش حد عندهم اسمه ايرين. وبتكدبهم سارة وبتطلب انها تشوف كاميرات المراقبة، وهنا بيصدمها ريك لما بيوريها التسجيلات، فبتتصدم سارة لان فعلا التسجيلات مش جايبة حاجة غير سارة. وبتتكلم معاها جينا وبتقول لها ان هي عينت لها دكتورة نفسية، وبتبدأ سارة تفكر في اللي حصل في المترو، والوهلة بتتعصب وما بتكونش عاوزة تصدق الكلام اللي بتقوله جينا. تاني يوم بتيجي ايرين وبتكون متنكرة في زي الممرضة، وبتفك سارة وبتقول لها ان هم اتستروا على كل اللي حصل واخدوها للاستجواب، لكنها ما جابتش سيرة عن اي حاجة. وبتكون سارة موهومة بسبب تأثير كلام جينا عليها، لكن ايرين بتجيب آلة حادة وبتجرح نفسها علشان تصدق انها حقيقة، وبتاخد بايديها وبيهربوا من الأوضة. وفي الطريق بينضموا لمجموعة كبيرة من الناس علشان محدش يلاحظ وجودهم. وفي الوقت ده بيدخل جاك الأوضة وبيكتشف ان سارة مش موجودة، وبيكونوا الاتنين في الوقت ده في أوضة التحكم اللي في القاعة. وبتنزل ايرين اعلان عن الشنطة اللي معاهم، وبتسألها ايرين عن سبب السفر لأمريكا، فبتقول سارة ان في شركة امن هناك عرضت عليها وظيفة بمرتب كبير، وكمان علشان تكون فرصة افضل ليها ولابنها. وبيوصل لهم رد من مجهول وفورا بيتحركوا على المكان، وبتقعد سارة مع صاحب الشنطة، ولما بيقول لها ان هو عارف مكان جوش ابنها بتشك فيه سارة وبتعرف ان هو بيكذب لمجرد بس ان هو عاوز الشنطة، وبتبدأ تهدده علشان تعرف هو شغال لصالح مين، لان وصول الشنطة للسفارة معناه ان هو محمي من حد كبير. وبتساومه على الشنطة وبتطلب منه مفتاح لكل الابواب وكمان خريطة للمبنى كله، وبيتفق معاها ان هم يتقابلوا في الحمام بعد نص ساعة وبيمشي. واثناء ما هي قاعدة بيدخل ريك ومعاه بنته إيلين علشان يتغدوا مع بعض. وفي الوقت ده بتفصل كاميرات المراقبة وبيوصل الخبر لريك، فبيضطر ان هو يمشي من المكان. وبتروح سارة على مكان الترابيزة اللي كان ريك قاعد عليها وبتلاقي اللعبة بتاعت بنته، واللي بتكون عبارة عن مسجل صوتي، فبتاخدها وبتمشي هي وإيرين. وبتروح على الحمام وبتقابل جوني وبيديلها المفتاح وكمان الخريطة، وبتسأله على كل المباني اللي موجودة في السفارة. وبتخرج سارة وإيرين على مكتب العقيد جاك، وبتتفحص إيرين الجهاز بتاعه، وبيعرفوا ان هو كان في نفس الكتيبة اللي كانت سارة بتخدم فيها. وكمان بتتصدم لما بتعرف ان جاك وريك هم اللي ورا كل اللي بيحصل، وكمان هم اللي عرضوا على سارة فرصة الشغل في امريكا علشان يجيبوا رجليها ناحية السفارة. وفي الاثناء دي بيأمر ريك جاك ان هو يجيب اللابتوب بتاعه من المكتب اللي سارة وإيرين موجودين فيه. وبتكون سارة بدأت تفهم كل حاجة، خصوصا لما بيكون ريك هو نفس الشخص اللي كان في الفيديو اللي وصل ليها لما كانت في محطة المترو. وبتقرر ان هي تتصل بالشخص اللي بعت لها الفيديو، وبتبلغه ان الشخص ده بيكون اسمه ريك وشغال في السفارة الامريكية، لكنه بيصدمها لما بيقول لها ان ريك هو المسؤول عن الكمين اللي حصل ليها لما كانت في افغانستان هي وجوزها. وبيطلب منها ان هي تتعرف على الشخص اللي بيتكلم ريك معاه. وفي الوقت ده بيكون جاك وصل للمكتب وبتهجم عليه سارة وبتوقعه على الارض، وبتهرب هي وإيرين من المكان. وبيجري وراهم جاك وبتحصل بينهم مطاردة، لكن سارة بتنجح ان هي تستخبى منهم في سقف القاعة، ومنها بتطلع على السطح وبتطلع إيرين اللابتوب وبتشوف الصورة. وعلى طول بتفتكر سارة الشخص ده وبتقرر ان هي تروح المستودع علشان تهرب إيرين. وبيوصل لريك خبر هروب سارة، وكمان بيعرفوا جاك ان سارة عرفت كل حاجة. وبتكون سارة وصلت المستودع وبتقرر ان هي تهرب إيرين وتكمل هي لوحدها. وبتروح سارة تلهي الجنود علشان إيرين يبقى عندها فرصة تهرب، وبتركب عربية وبتجري بيها، لكن بيتضرب عليها نار وبتتقلب بيها العربية. وبتخرج سارة وبتكمل جري وبتدخل المستودع، وبتقابل 2 هناك وبتتخلص منهم لحد ما بتوصل لحمام السباحة. وهناك بيهجم عليها ريك وبيفضل يضرب فيها وبيوقعها في حمام السباحة، وبيكون هيموتها تحت المية. وعلشان تهرب سارة بتضطر ان هي تكسر دراعها وبتخرج من المية، وبتهجم على ريك وبتثبته بالسلاح، وبتعرفه ان هي عرفت كل حاجة عن الكمين اللي حصل، ولان هي الشاهد الوحيد فعلشان كده هو عاوز يتخلص منها. وبتسأله على مكان جوش ابنها، لكنها بتضربه وبتمشي لما ما بتلاقيش منه
منه فايدة، وبتتنكر سارة في زي العمال وبتدخل مستودع الكيماويات لحد ما بتوصل للغرفة المصفحة، وبتيجي لدماغها فكرة عبقرية وبتصنع قنبلة يدوية وبتروح تعمل بيها انفجار. في الوقت ده بتتصل جينا على ريك وبتأمره ان هو يفعل حالة الطوارئ، وفعلا بيبدأ الجنود ان هم ينتشروا في كل مكان. وبتروح سارة تستنى إيلين بنت ريك وبتقولها ان هي هتاخدها بأمر من ابوها، وفعلا بتروح هي وإيلين للغرفة المصفحة مرة تاني، وبتتصل سارة على ريك وبتعرفه ان بنته معاها وبتساومه على ابنها، ولو فكر ان هو يعمل حاجة هيكون عرض حياة بنته للخطر، وكمان مش هيكون قدامه اقل من نص ساعة لانها هتقفل الاكسجين عن الأوضة. وبتيجي جينا وبتتكلم مع سارة وبتطلب منها تخرج البنت، لكن سارة بتعترف لها ان ريك سبب في موت الكتيبة بتاعتها، لكن جينا ما بتكونش مصدقاها. فبتروح سارة تقعد مع إيلين وبتبدأ إيلين تحس بدوخة بسبب قلة الأكسجين، فبتضطر سارة إنها تفتح البوابات لأن مش قصدها إنها تموتها. وبتروح تتكلم مع ريك علشان قررت إنها تخرج إيلين، وبتطلب من ريك إن هما يتكلموا على انفراد. وفعلا بتخرج إيلين وبيدخل ريك، وبتكون سارة سايبة الميكروفون مفتوح وبتكون لسه هتتكلم عن اللي عمله ريك، فبيقفل الميكروفون وبيسحب كرسي وبيبدأ يعترف بكل غلطاته، وبيعترف ان هو كان الخاين المسؤول عن موت الكمين، وكمان بيكون هو سبب في ان جوزها يموت، ده غير ان هو بيستخدم الحصانة بتاعته في تجارة المخدرات. وبعد ما بيخلص بتصرخ سارة فيه وبتقول له يخرج، لكن ريك بيطلع مسدس وبيضربها طلقة وبيضرب نفسه بالنار هو كمان علشان تكون سارة في عيون الكل مجرمة، وبيخرج من الأوضة. وبتكون سارة في حالة صعبة وبتبدأ تفكر في يوم الحادثة اللي حصلت في أفغانستان، لكن بتفوق سارة وبتروح تجيب المسجل بتاع إيلين وبتشغله علشان الكل يسمع الاعترافات بتاعة ريك. وبتموت سارة بعد ما بتكون عرفت الكل على حقيقة ريك وخيانته. ولو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة.